ليست المأساة في الهجوم الذي أودى بحياة عشرات المثليين في أورلاندو، بل إن المأساة الحقيقية هي أن المهاجم لم ينجز عمله على الوجه الأكمل، وأن بعضهم خرج حيا. ليس الكلام هنا لأحد مناصري تنظيم الدولة الإسلامية حتى تتلقفه وسائل الإعلام الغربية والعربية ويستخدمه كثيرون دليلا على تطرف المسلمين ودمويتهم، بل إنه لقس أمريكي ينتمي للكنيسة المعمدانية. القس روجر خيمينيز أبدى احتفاء كبيرا بالعملية واعتبرها عظيمة، وتحسر على أن عمر متين لم يجهز على كل من كانوا في الملهى الليلي. الناس يسألونني هذه الأيام: ألست حزينا أن 50 مثليا قتلوا؟ هذا السؤال كمن يسألني: ألست حزينا بأن 50 متحرشا بالأطفال قتلوا؟ والجواب هو لا. هذا الأمر عظيم ويساعد المجتمع. المأساة الحقيقية هي أن المزيد منهم لم يموتوا. أنا منزعج لأن هذا الشخص لم يقم بإنهاء عمله على الوجه الأمثل. لا يعد موقف القس خيمينيز استثناء هنا، فهو يعبر عن تيار واسع داخل ما يعرف باليمين المسيحي المتشدد. كل هؤلاء كان ينبغي قتلهم، ولكن باستخدام الطريقة الصحيحة، أي أن تقوم الحكومة التقية بإعدامهم. ففي الوقت الذي كان فيه كثير من المسلمين في أمريكا يحاولون درء التهم الموجهة إليهم، كانت طوائف مسيحية متشددة تعرب عن فرحتها بالهجوم، وأعلن بعضها حتى قبل نقل جثث الضحايا من الملهى أن مصير القتلى هو الخلود في نار جهنم، بل إن بعضهم اعتبر عمر متين مرسلا من الله لتنفيذ حكمه بحق المثليين، وأعلنوا رفضهم القيام بأي دور في دفن الضحايا. ورغم أن المستثمر الأكبر لهجوم أورلاندو كان المترشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، الذي كان الهجوم على المسلمين أحد أهم ركائز حملته، وكان على الدوام يجد جمهورا يصفق بحرارة لخطاباته، فإن المفارقة كانت أن حشدا مؤيدا للجمهوريين كان يصفق قبل أشهر قليلة لقسيس آخر كان يطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام في كل المثليين في أمريكا خلال المؤتمر الوطني للحريات الدينية الذي حضره 3 من رفاق ترامب في سباق التنافس لنيل ترشيح الحزب الجمهوري. إن الإصحاح 23 يدعو إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المثليين، وإنجيل القديس بولس يقول بأن المثليين يستحقون الموت. هذه كلماتهم وليست كلماتي، ولست خجلا من إنجيل عيسى المسيح، وإني مستعد أن أسجن في سبيل نشر الدعوة الحقة. فهل يلقى هؤلاء تقريعا من ترامب وأشباهه، أم أن سهام هؤلاء مجهزة حصرا لصدور المسلمين؟